السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بيكم. عاملين إيه يا أولاد؟ أخباركم إيه؟ وحشتوني. طبعا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن محمد علي وتطبيق نظام الاحتكار، حياة اقتصادية، والموضوع كان كبير قوي مننا. النهارده هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا ولكنها بتلخبط، ألا وهي الحياة السياسية. مستر أنا سمعت عن الحوار ده والدواوين أنا بتلخبط فيها جدا. محمد علي عمل الدواوين دي إمتى؟ وإيه كل اختصاص ديوان؟ أنا بتلخبط ما بين الديوان العالي والمجلس العالي، ما بين اختصاصات ومهام الديوان المخصوص والديوان العمومي. تعال بقى نشوف مع بعض كل ديوان من الدواوين دي. بس أول حاجة تعال نشوف كده، هو محمد علي لما بدأ يحكم كان عايز حد يحكم معاه ولا يحكم لوحده؟ عايز يحكم لوحده، والدليل على ذلك التخلص من الزعامة الشعبية والتخلص من المماليك. طب تعال نبص بقى لنظام الدولة في أوروبا أو النظام اللي جاني مع الحملة الفرنسية. أشركوا المصريين في دواوين، يعني دلوقتي يا ولاد المصريين عارفين إن هم يعرفوا يشغلوا البلد ويدوروها، يبقى لازم يكون لهم دواوين واشركهم في الحياة السياسية. الله، طب يا مستر ما كده محمد علي مش هيحكم لوحده. اقول لك يبقى هي دي الانتقادات اللي هنجيلها بعد ما نخلص. ايه هي الانتقادات؟ ان محمد علي هيعمل الكلام ده كله بشكل صوري، يعني هم يقولوا قرار وهو ينفذ اللي في دماغه. يبقى هيعاب على نظام محمد علي السياسي ان هو شكل صوري، رغم ان هو الراجل هيحاول يخليه شبه ديمقراطي او هيحاول يخليه على قد ما يقدر ديمقراطي، بس في النهايه انت تقول اللي انت عايزه وانا انفذ اللي في دماغي. تعال بقى نبص على الدواوين. اول ديوان معانا هو الديوان العالي. مين هو الديوان العالي واتأسس سنة كام؟ طلع عندي سنة 1824. محمد علي قرر ان مصر اتسعت قوي منه وضمت معايا السودان وخدت معاها بلاد الحجاز وبقت بتشرف على المضائق المائيه، فهنا مصر كبرت بالنسبه له، محتاج حد يساعده. قرر يعين نائب الباشا او اسمه نائب السلطان. بيعمل ايه؟ كل اختصاصات الحكومه بيراجعها ويدي تقرير لمحمد علي. ايه ده يا مستر؟ يعني مش من ناس كتير؟ اقول لك لا، هو شخص واحد فقط في الديوان العالي. مين ده؟ مستشار محمد علي. مين ده؟ نائب الوالي. مين ده؟ نائب السلطان. كلها مسميات لنفس الشخص اللي مهمته كانت ايه؟ الديوان العالي. نيجي بقى للمجالس اللي هنبدأ نشرك فيها الناس. اول واهم مجلس عندي هو مجلس المشورة. كان بيتكون من مين؟ من كبار الموظفين والعلماء والأعيان. محمد علي مش عايزهم يتدخلوا قوي، هيجتمع بيهم كم مرة في السنة؟ راجل كريم بقى، يعني احنا عرفنا ان هو عين هنا واحد بس، طب هنا بقى يجتمع بيهم كم مرة؟ لان هم ناس كتير، مرة واحدة يا عيني. طب الناس دي كانت بتجتمع عشان تناقش ايه؟ كانت بتجتمع عشان تناقش امور التعليم وامور الاشغال. يبقى انا دلوقتي عندي اتنين بسرعة، ايه هما؟ الديوان العالي سنة 1824 من كام واحد؟ واحد، اختصاصاته كل شؤون الحكومة. تاني مجموعة مجلس المشورة، اتعمل سنة كام؟ 29. بيتكون من ايه؟ كبار موظفين علماء وأعيان. طيب اختصاصاته ايه؟ بيتكلم عن التعليم والأشغال. نسكت على كده؟ قال لك لا، أنا هعمل المجلس العالي. وخد بالك فرق ما بين المجلس يعني مجموعة وما بين الديوان واحد. المجلس العالي كان بيتكون من ايه؟ يشبه يا اولاد دلوقتي مجلس الوزراء، اتعمل سنة 1834، وده ليه علاقة بحروب محمد علي اللي هنجيلها الحصة الجاية. بس خلينا دلوقتي في النظام السياسي. سنة كام وتحط تحتها خط عشان مهمة؟ 1834 عمل مجلس العالي اللي بيشبه دلوقتي يا اولاد مجلس الوزراء. طب مجلس الوزراء متعين لي في مين؟ رؤساء المصالح، اتنين من الأعيان عن كل مديرية واتنين عن شؤون الحسابات زي بتوع الضرايب كده. يسكت محمد علي؟ قال لك لا والله، ده انا هعمل القانون الاساسي سنة كام؟ 1837. القانون الاساسي ده بيتكلم عن ايه؟ قال لك هعمله زي قانون كده ينظم علاقة الدواوين دي ببعضها. انا الدواوين عندي كترت، طب هتعمل ايه يا محمد علي؟ هنظمها طبعا. تنظمها ازاي؟ يبقى الكل ديوان اختصاصه والكل اختصاص ناس مسؤولة عنه. طب الدواوين بتاعتك ايه يا محمد يا علي؟ عد معايا 8 دواوين يا صديقي. اول ديوان هو الديوان العالي، ما اختلفناش عليه. تاني ديوان هو ديوان الايرادات، ولو جيت شبهته لك دلوقتي تقول لي يا مستر وزارة المالية. تاني ديوان او تالت ديوان هو ديوان الجهادية. ايه بقى يا حبيبي؟ صح، يبقى الجيش.
طب ديوان المدارس تبقى ايه؟ التربيه والتعليم. ديوان الاسطول والبحريه زي القوات البحريه المصريه. الافرنجيه، يعني ايه افرنجيه يا مستر؟ الافرنجيه كلفظ يعني اجنبي، يبقى زي ايه؟ برافو عليك، وزاره الخارجيه. بعد كده التجاره المصريه اللي هي عندنا دلوقتي وزاره التجاره والصناعه، وديوان الفابريقات اللي هو زي وزاره الصناعه. يبقى كام ديوان؟ 8 دواوين. نظمهم في ايه؟ في القانون الاساسي سنه كام؟ 1837. ايه هم الدواوين سريعا؟ الديوان العالي ديوان الايرادات وديوان الجهاديه، ديوان المدارس والاسطول والامور الافرنجيه، التجاره المصريه والفابريقات. كم ديوان يا صديقي تاني؟ 8 دواوين. سنه كام؟ 37. نيجي لاخر مجلسين اللي انتوا كلكم بتتلخبطوا فيهم ومبهدلين فيهم الدنيا، المجلس المخصوص والمجلس العمومي. تعال نبص الاول على المجلس المخصوص. بيختص بايه؟ من اسمه بيختص بامور الحكومه والمصالح الحكوميه يا صديقي. طب تعال نبص كده، رقم واحد بيختص بالشؤون الكبرى للحكومه، بيختص بتشريع اللوائح والقوانين واصدار التعليمات. لمين بقى؟ للمواطنين؟ لا، للحكومه وللمصالح الحكوميه الكبرى. يبقى هو هنا ديوان مخصوص لانه يختص بالشؤون الكبرى ليه؟ الحكومه. امال العمومي يبقى عباره عن ايه يا مستر؟ اقول لك ده بقى زي اللي بيطلع كده الهيئات الدستوريه، بيطلع القوانين العامه للهيئات المخصوصه. يعني بيعمل ايه؟ بالنظر في شؤون امور الحكومه العامه وسن اللوائح والقوانين بتاعت الحكومه بس؟ لا يا حبيبي، بتاعت كله. عشان كده سميته الديوان العمومي. يبقى العمومي للناس كلها بما فيها الحكومه، والمخصوص للحكومه بس وخصوصا الامور الكبرى. ادي يا سيدي الدواوين اللي انت عمال تتلخبط فيها. طب تعالى بقى نيجي نتكلم عن التقسيمات المصريه. التقسيمات المصريه في عهد الدوله العثمانيه كانت 16 اقليم ثابتين ما بيتغيروش. طب بعد كده جت الحمله الفرنسيه ما بتلعبش في اللي ملهاش فيه، فبرضه فضلت زي ما هي 16 اقليم. يجي بقى محمد علي يقول لك لا، 16 اقليم كتير، مصاريفهم كتير يا اولاد، انا هقسمهم 7 بس. يبقى التقسيم الاداري في عهد محمد علي مصر كانت 16 في عهد الدولة العثمانية، وفي عهد الفرنسيين تحولت إلى 7 مديريات. 7 إيه يا أولاد؟ 7 مديريات. وقسم المديريات إلى مراكز، والمراكز إلى أقسام. وبعد الأقسام يجيني النواحي، النواحي أو القرى. وهنا محمد علي كان لزمن عليه تعيين ان المديريه يبقى ليها محافظ زي ما موجوده دلوقتي في مساحات متساويه، وبعد كده المراكز يرقصها مأمور. امال الاقسام هيرقصها مين يا مستر؟ واحد اسمه الناظر، وتحتيه القرى او النواحي يرقصها مين؟ عمده او شيخ البلد. وبكده يبقى انا عرفت السلطات التنفيذيه والتشريعيه في عهد محمد علي. فاضل لنا كده السلطة القضائية، تعال نبص عليها. نتكلم دلوقتي عن السلطة القضائية. السلطة القضائية في عهد محمد علي ما اختلفتش كتير عن اللي قبله، يعني لا اختلفت كتير عن الحملة الفرنسية ولا عن الدولة العثمانية. طيب ايه اللي اتجدد بقى؟ قال لك محمد علي شغل دماغه، قال لك انا مش هبقى سايب القضاء كله للقضاء لوحده، لا، انا هدي مجموعه اختصاصات للديوان ايه؟ للديوان العالي. فاكرين مين الديوان العالي؟ نائب السلطان لوحده بقى ليه مجموعه من الاختصاصات القضائيه اللي هو ديوان العالي او ديوان الخديوي. طيب انشا جمعيه في سنه 1842 اسمها جمعيه ايه؟ الحقانيه. معلش يا مستر، ايه الحقانيه دي؟ بترجع للناس حقوقها يعني؟ لا يا حبيبي، جمعيه الحقانيه دي دلوقتي عامله زي هيئه الرقابه الاداريه. يعني بتعمل ايه دي يا مستر؟ يعني اقول لك تقبض على كبار الموظفين في الدوله لو ثبت ان هم ليهم يد في اي حاجه فيها فساد، خدوا رشوه، طلعوا مصلحه لنفسهم بسبب الوظيفه بتاعتهم. ما كانش زمان حد يقدر يحاسبهم، اصله كبير، مين اللي هيحاسبه؟ محمد علي قال لك تعالى انا هحاسبه لك يا بيه. عملت جمعيه الحقانيه سنه 42 ليه؟ لمحاسبه كبار الموظفين. مش كده وبس، ده ممكن أأيد ضدهم حكم كمان. طيب أنشأ محكمة جنائية مختلطة سميت بمجلس التجار.
يعني ايه مجلس التجار؟ قال لك المصريين بيتاجروا مع اجانب، مش جايز تنشأ مشكله ما بينهم، هحاسبه بالقانون الاجنبي ولا بالقانون المصري؟ لا يا حبيبي، ده انا هعمل لك محكمه مختلطه. تعمل ايه؟ تقدر تحاكمك بقانون وسط ما بين القانون بتاعك والقانون بتاعي، عشان ما يبقاش حد ليه اعتراض، لا المصري يعترض ولا الاجنبي يعترض، والاتنين يخضعوا الى مجلس التجار او جمعيه التجار. دول كانوا الثلاث تعديلات فقط اللي عملهم محمد علي على الهيئات القضائيه. يبقى انا في حصه النهارده عرفت ايه؟ بسرعه كده عرفت التقسيمات الاداريه، وعرفت السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والتعديلات القضائيه اللي عملها محمد علي. اتمنى تكون استفدت معايا. حصه في السريع صغيره لمينا فيها الحاجات اللي بتقع بيها مختلفه معاك، ركز فيها. بالتوفيق ان شاء الله يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.